المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. يصحبكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تصدر إعلان بخصوص فيروس كورونا. برامج جادة للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا في القشبركة. إنجازات مضطردة في الزراعة المروية والثروة الحيوانية. القوات السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء الرياض. ترامب يرفض فرض الحجر الصحي على ولايات أمريكا جراء فيروس كورونا. وكوريا الشمالية تطلق أكبر عدد من الصواريخ على الإطلاق. أهلا بكم. تم تشخيص إصابة 6 مسافرين خلال الأيام الثلاث الماضية، حيث قدموا إلى البلاد من الخارج قبل أن توقف إريتريا جميع الرحلات الجوية. ومن بين المصابين 5 إناث، وتتفاوت أعمارهم ما بين 32 وحتى 60 عاما. 4 منهم كانوا تحت الحجر الصحي، فيما كان ال2 في بيوتهم، حيث لم تظهر عليهم أو على أي من المسافرين على متن نفس الرحلة أي أعراض لمرض كورونا. ومع إضافة هؤلاء 6 بلغت مجمل حالات الإصابة في البلاد 12 إصابة، ويظلون جميعهم في المستشفى يحصلون الرعاية والعناية الصحية الجيدة. الصحة والسلامة فوق كل شيء. وزارة الصحة 29 من مارس 2020. يشهد إقليم القشبركة تسيير برامج جادة ترتكز على إعداد وتجويد برامج أساسية لتوعية المجتمع وقاية من جائحة فيروس كورونا الذي أثار الذعر العالمي. وأوضح مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الدكتور حيالة مكيداني أن التنظيم الجيد المسبق لمكافحة الأمراض العابرة للحدود حتى في المناطق النائية ساعد لإنجاح الاستعدادات المسبقة الجارية للحد من فيروس كورونا. وأشار الدكتور حيالة مكيداني إلى تسيير برامج واسعة لرفع فهم وإدراك المواطنين حول مكافحة فيروس كورونا المستجد وإنقاذ المجتمع من أضرار وضغوطات الاقتصادية الناجمة عن المنشورات والشائعات الكاذبة. ورغم أنه يستدعي تسيير توعيات مكثفة ومتابعات متواصلة، إلا أنه تنفذ أنشطة تحد من مناسبات التجمعات. وذكر إنشاء 12 نقاطا مؤقتة في المناطق المتاخمة للحدود السودانية والإثيوبية، لا سيما إنشاء مركز علاجي بكامل أجهزته في حاضرة إقليم القشبركة مدينة بارنتوم، فيما تجري متابعة جادة للتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة. وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات تصحيحية بإجراء المراقبة الجادة للحد من زيادة وتضارب الأسعار الظاهرة عن بعض من أصحاب المرافق الخدمية والمؤسسات التجارية والتجار. ودعا دكتور حيالة مكيداني المواطنين لتطبيق التوجيهات الآنية الصادرة للوقاية من تفشي فيروس كورونا والتقليل من مشاكل الأوصال الاجتماعية الناجم عنه، مع تذكير المواطنين العائدين من الدول التي ظهرت فيها المرض، وكذا المتواصلين معهم للذهاب إلى أقرب مركز صحي للتعرف على أوضاعهم الصحية، محذرا التجار غير المسؤولين الوقف أعمالهم المشينة في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية. وأفاد مراسل إيرينا بأن القيادة الغربية ظلت تلعب دورا كبيرا في تنفيذ التوجيهات الوقائية من تفشي فيروس كورونا. ذكر المدراء التنفيذيون والعمال في مشروع الجنوب الغربي الزراعي بالقشبركة بأن أنشطة المشروع الذي يدار تحت إشراف مؤسسة المواشي والغلال ظل يحقق نتائج جيدة في الزراعة المروية وتنمية الثروة الحيوانية. وذكر مسؤول المشروع السيد حيلة زقيهبتي أن الزراعة المروية والمطرية الجارية في قرست وفيسكو وعد عمر وعلي قدر ومنطقة كتاي وفانكوراوي وتسني ترتكز في إنشاء البنى التحتية الزراعية وتنمية الخضر والفاكهة والحبوب، وتسهم بفعالية في تلبية متطلبات الأسواق. وأوضح السيد حيلة زقي بأن الجهود الجارية لتنمية أبقار الحلوب واللحوم ظلت تحقق نتائج مشجعة وتساعد في التعريف بالزراعة الحديثة وخلق فرص العمل.
من جهته قال مسؤول مشروع فيسكو السيد محمد عثمان إنهم ينشطون في تنمية الثروة الحيوانية والزراعة الحديثة، حيث تم غرس أكثر من 1500 من فواكه الباباي والبرتقال والنخيل والمانجو، حيث توجد في وضع جيد. وأفاد الشباب والعمال الناشطين في المشروع بأنهم حصلوا على فرص استطاعوا من خلالها تطوير قدراتهم المهنية وتحسين حياتهم المعيشية. وتشير المستندات إلى أن مشروع فيسكو يعد أحد أكبر المشاريع الزراعية في الجنوب الغربي بإقليم الكاشبركة، وقد أنتج هذا العام 11,000 كنتال من الطماطم. تسهم عيادة فورو في ضمان صحة المواطنين من خلال إجراءات تساعد في مكافحة الأمراض المعدية ورفع وعي المواطنين في الطب الحديث. وقال الكادر الصحي في العيادة التي بدأت عملها ب3 أعضاء وإمكانيات محدودة أنها ظلت تقدم خدمات صحية جيدة بفضل الأجهزة الصحية المقدمة على فترات، والكادر الصحي الموظف تدريجيا. وذكروا بأن المختبر الطبي يسهم كثيرا في تسهيل أعمال الفحوصات الطبية والتقليل من استهلاك الأجهزة، مناشدين لاكتمال النواقص وضعا في الاعتبار تضاريس المديرية. وأشار المهنيون الصحيون إلى زيادة نسبة الولادة في العيادة في عام 2019 ب10% مقارنة بالعام الفائت، فيما ظل يسجل التطعيم تطورا مضطردا من حين لآخر، وتجري أعمالا جادة بخصوص العادات الضارة والنظافة، موضحين بأنهم يسيرون أنشطة توعوية فاعلة للوقاية من فيروس كورونا، ويسعون جاهدين لتطبيق التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة. هذا وتقدم عيادة فورو التي تضم حوالي 25 عضوا تقدم الخدمات الصحية لضاحيات مالكا وعيرمال وحديش وزولا وأفتا وفورو. تجمع سكان 8 قرى ب4 دارات ضواحي في منطقة تبح بمديرية قرورة إقليم شمال البحر الأحمر إلى ضاحيتي الراق وحليبة، حيث تجمعت 80 أسرة في الراق و115 في حليبة. وأجرت إدارة المديرية توعيات مكثفة لإنجاح البرامج الجارية لإفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية الأساسية. ونتيجة لذلك تجمع سكان مناطق قلع العال وتحات وإطرب وحجبرة في ضاحية الراق، وسكان قرقر وعرس كنان وعيقت وسعدة في ضاحية حليبة. وأوضح مدير ضاحيتي الراق وحليبة تنظيم نفير جماهيري لصيانة الطريق يربط الضاحيتان بضاحية حميمية لتسهيل عمليات التجمع. من جهتهم نشد سكان الإدارات الجديدة لتأمين عمليات التجمع وتسريع تشييد المدارس والمؤسسات الصحية ومشاريع مياه الشرب الصالحة. والتقى سكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هايلي تولد برهان في إطار تفقده أوضاع المنطقة في 22 من مارس بممثلي السكان، وبحث حول سبل تنفيذ البرامج الموضوعة. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، اعترضت القوات السعودية صاروخا باليستيا في سماء الرياض قبيل منتصف ليل السبت في أول هجوم صاروخي على العاصمة منذ أن أعلن الحوثيون تعليق ضرباتهم ضد المملكة قبل نحو 6 أشهر، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت قناة الأخبارية في تغريدة على تويتر اعتراض صاروخ في سماء مدينة الرياض، فيما سمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في المدينة الدوي 3 انفجارات. وذكرت القناة في وقت لاحق أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين أكد اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء الرياض. وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية في سبتمبر الماضي تبناه الحوثيون، لكن الرياض شككت في ذلك وحملت المسؤولية لإيران التي تدعم الحوثيون.
بعد إعلانه عن رغبته في وضع ولاية نيويورك وولايتين أخريتين في الحجر الصحي، عاد الرئيس الأمريكي وتخلى عن الفكرة التي لم تلقى دعم حاكم ولاية نيويورك. وقال ترامب إنه طلب من مراكز مكافحة الأمراض وهي الهيئة الصحية الوطنية إصدار بيان حازم يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها دون أن يعني ذلك إغلاقا لحدودها. ومن الجدير ذكره أن ولاية نيويورك هي الأكثر تضررا في الولايات المتحدة، وقد سجلت 52318 إصابة و728 حالة وفاة. يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز 2000، بينما ارتفع عدد الإصابات لأكثر من 1200 مصابا استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. هذا وفي حالة نادرة جدا توفي رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا. وأكد حاكم الولاية أن الوفاة سببها فيروس كورونا، فيما أعلنت رئيسة الصحة العامة في الولاية أنه لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19 المستجد. أطلقت كوريا الشمالية صاروخي باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة في سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بأنها كوريا الجنوبية بوصفها غير لائقة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في العالم. وقالت هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية أن مقذوفين اثنين قصيري المدى أطلقا من منطقة وانسان الساحلية وحلقة لمسافة 230 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع 30 كيلومترا. وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن المقذوفين صاروخان باليستيان على ما يبدو، وأضافت أنهما لم يسقطا في أرض يابانية أو في المنطقة الأوساطية الخاصة باليابان. وإذا تأكد ذلك فسيكونان الثامن والتاسع صاروخين تطلقهما كوريا الشمالية في 4 جولات من التجارب هذا الشهر، مع مواصلة القوات الكورية الشمالية التدريبات العسكرية عادة ما يشرف عليها زعيم البلاد كيم جون أون شخصيا. أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش انسحاب قواته من قاعدة كركوك شمال العراق وتسليم المعدات إلى قوات الأمن العراقية. وذكرت قوة المهام المشتركة التابعة في التحالف الدولي أن خروج هذه القوات الأمريكية لا علاقة له بالهجمات التي استهدفت المنشأ العسكري خلال الآونة الأخيرة. وأضافت في بيان أن التحالف الدولي يجري عادة انتشار داخل البلاد في ضوء ما قال إنه نجاح تحققه القوات العراقية في مكافحة تنظيم داعش المتطرف. وتتعرض قواعد عسكرية تضم قوات أجنبية في العراق لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات إيرانية منذ أواخر العام الماضي، وعقب هجمة أودت بحياة متعاقد أمريكي في قاعدة عسكرية بالعراق أواخر 2019. ردت الولايات المتحدة بقتل القيادي العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني قرب مطار بغداد.